السلام عليكم، اهلا بيكم وفيديو جديد. النهارده بقى هنعمل فول بس كهرمان، وهنعمله زي ما احنا شايفين كده في الحله، علشان خاطر الناس اللي نفسها تعمل الفول في البيت وما عندهاش دماسه. هنعمله النهارده بكل سهوله وهيطلع معانا زي الزبده كده زي ما احنا شايفين. احلى فول مدمس يا جماعه. انا اخيرا وصلت لكم للسر اللي يخلي الفول عمره ما يسود بندمسه في الحله. كتير مننا كان بيخاف يدمس الفول في الحله بسبب موضوع انه ممكن يسود، لان الحله بتبقى فتحتها كبيره غير فتحه الدماس. بصوا بقى، ده نص كيلو من الفول البلدي. زي ما احنا شايفين كده لونه بيبقى ابيض وفاتح كده وجميل، وحجمه ولا صغير قوي ولا كبير قوي، زي ما انتوا شايفين كده. كل اللي عملته نقعته من بالليل للصبح. بعد ما نقعت الفول وبقى ده شكله ونفش كده، اوعوا تدمسوا الفول يا جماعه ولسه الفوله مكرمشه، لانها عمرها ما تبقى مظبوطه معاكي ابدا وتفصل قشرتها وتعمل لنا مشاكل. هنبدا بقى نفضي كده الفول اللي احنا نقعناه طول الليل. بصوا الفول كده ما شاء الله كله متظبط. اوعوا الفول يكون مكرمش، لو لسه مكرمش غيروا له ميه النقع ونقعوه كمان ساعه او ساعتين تانيين. هنضيف عليه ايه بقى؟ هنا هنضيف عليه 3 معالق كبار من العدس الاصفر. ما تقلبوش العدس ولا اي مكون من المكونات اللي احنا هنضيفها على الفول خالص، علشان ما تنزلش تحت وتتحرق. دول بقى شوية كده من الخضار. عندي فصين توم في محل مشهور جدا في القاهرة بيعمل الفول يا جماعة خطير خطير. لما سألته ايه السر في ده، طبعا مش هيديني السر كله، لكن قال لي انه بيضيف توم في تدميس الفول. فاحنا هنا هنضيف التوم، هم فصين صغننين خالص اهمت زي ما هم سلام كده، وهنضيف عليهم جزرايه كبيره مبشوره، وهنقلب بس كده بايدينا على الوش عشان نفرد بس الحاجات دي. خلاص. وعندي دي طماطمايه، كل اللي عملته ان انا جبت السكينه وفتحتها كده، عملتها كام شق من فوق. هنحطها برده كده. ودي ليمونه صفراء، ما نحطش ليمون اخضر ابدا على الفول علشان ما يمررش يا جماعه. الليمونه دي نقدر نخليها نعصرها يعني، او نقدر نحطها زي ما هي كده صحيحه. انا المره دي هحطها صحيحه. كل الحكايه بس ان انا هشققها كده برضو زي الطماطمايه كده بالشكل ده اهو، واحطها برضو على وش الفول. تابعوا الفيديو معايا للاخر، في مكون خطير هنضيفه دلوقتي للفول هيخلي القشره متماسكه جدا عليه وزي الفل، وكمان ما يخليش لونه غامق ابدا ابدا. وبرده في اخر الفيديو في مكون هيخلي ميه الفول تقيله وتحفه، ومبدئيا كده مش نشا خالص، فخليكم معايا لحد الاخر. دول حوالي معلقتين كبار من الزيت، هنضيفهم بقى كده على وش الحله اهو بكل سهوله. واللي ما بقدرش استغنى عنه ابدا الكركم، هنضيف معلقه صغيره كده من الكركم زي ما احنا شايفين كده. انا بحب اضيف الكركم يا جماعه مش بس عشان هيديني لون للفول، الكركم يعني منجم من الفوائد. يعني انا ممكن اقعد اتكلم معاكم نص ساعه بس في فوائد الكركم. وكمان المكون اللي حلو قوي قوي هيديني لون تحفه مع الفول، الصلصه. دي صلصه اهي، حطينا معلقه صغيره من بتوع الشاي كده، وكمان معلقه. طبعا الفول ده لو انتوا حابين تدمسوه في الدماسه براحتك جدا جدا، انا بس عاملاه علشان الناس اللي ما عندهاش دماسه. ايه بقى المكون الخطير الجاي معايا اللي هيخلي الفول ده في حته تانية خالص ويظبط طعمه جدا جدا؟ معلقه صغيره جدا من السكر. سكر على الفول حطوه بس وجربوا كده وادعولي. كده يا جماعه ضفنا كل المكونات بتاعتنا، باقي مكون واحد بس، ده مش هنضيفه دلوقتي، هنستنى لما الفول يستوي معانا تماما وبعدين نبدا نضيفه. التركه اللي جايه دي بقى مهمه جدا جدا. الميه اللي هنضيفها على الفول لازم تكون ميه مغليه، اوعوا تضيفوا ميه عاديه من الحنفيه علشان القشره ما تفصلش معانا، وكمان تحافظ على لون الفول. يلا نسمي الله. بسم الله. بصوا كده، بصوا كده ضفنا الميه على الفول، لازم تكون طبعا مغطياه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ويلا بينا بقى هنغطيه وناخده على النار. بصوا في الاول هنخلي النار عاليه عادي كده زي ما احنا شايفين، وبعد كده بمجرد ما الفول يبدا يغلي هنخلي النار دي سهرايه شمعه. يلا بقى نسمي الله. الحله بدات تغلي اهي وشايفين البخار طالع منها، نبدا بقى نسمي الله كده ونفتح نشوف.
طيب كده زي الفل، بدأ يغلي بقى كده الحمد لله، مفيش على وشه ولا ريم ولا اي حاجة، ولو في ريم هنشيله بالمعلقة بكل سهولة. هنغطي بقى عليه تاني ونهدي بقى النار، نخليها شمعة اهو، شايفين كده بالظبط، مش عايزين اكتر من كده حرارة دي. بصوا بقى دلوقتي هنكشف الفول نشوف اخباره ايه. بصوا مبدئيا اللون ما شاء الله حلو قد ايه، يلا نشوفه كده. يعني لسه طبعا وميه كويسه، بس انا زوده برضو ايه شويه ميه مغليه، ميه سخنه نار اهي. دلوقتي بقى بعد ما سيبنا الفول على البوتاجاز حوالي 3 ساعات على نار هاديه جدا زي ما احنا شفنا، هنجيب له بقى ايه مكون هيخلي سمك ميه الفول بتاعتنا خطير يا جماعه. معلقه كبيره دقيق هندوبها في نص كوبايه من الميه العاديه اللي من الحنفيه، وبعدين بعد ما ندوبهم كويس قوي هنضيفهم بقى على الفول ونقلب كده. هنسكت بقى بعد كده، لا الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنشيل الفول نسيبه على النار ربع ساعه كمان لحد ما الميه بتاعته بقى ايه تلف كده مع بعضها وتتقل وتدينا نفس قوام الميه بتاعت فول المطاعم بالظبط. هنشيل بقى كده الطماطمايه، انا خلاص خدت منها اللون والطعم، انتوا لو حابين تسيبوها طبعا تسيبوها. وهشيل كمان الليمون، انا خدت كل الفايده اللي فيها وكل الطعم اللي موجود فيهم. بصوا بقى كده، لا تقولوا لي بقى فول محلات ولا فول عربيات الفول ولا اي حاجه، فول البيتي احلى وانضف واطعم واوفر بكتير. وضبوه بقى زي ما انتوا عايزين، تعملوا بقى طبق فول بالبيض، طبق فول بالطحينه والزيت والليمون، زي ما انتوا حابين شكلوا بقى بنفسكم زي ما انتوا عاوزين. سيبوه طبعا لما يبرد تماما، وبعد كده بنشيله في اكياس في الفريزر، ونطلعه قبلها بنص ساعه ساعه بيفك على طول، ونبدأ بقى نستخدمه زي ما احنا عاوزين. لو حابين تهرسوه قبل ما تدخلوه الفريزر برضو ده شيء يرجع لكم. خلص فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.